أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج قناديل. رأى المحتجون البروتستانت في خروجهم من أوروبا متجهين للقارة الجديدة تشابها لما آل إليه حال بني إسرائيل في خروجهم من مصر. فهل كان للحركات السرية دور في استيطان القارة الأمريكية؟ من خطط للثورة الأمريكية ضد الاحتلال البريطاني؟ وما دور الماسون ورجال الحركات السرية في استقلال الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل ورد ذكر الماسون في وثيقة الاستقلال والدستور الأمريكي؟ هل يمثل الدولار بصمة الحركات السرية على الولايات المتحدة الأمريكية؟ ماذا يمثل وجه الدولار بشكله المعروف؟ صورة جورج واشنطن وشعار وزارة الخزانة والبومة، وكذلك ماذا يعني الوجه الأمامي لشعار الولايات المتحدة؟ الطائر والريشات والسهام وغصن الزيتون والهالة والنجوم الخماسية والنجمة السداسية. وماذا يعني الوجه الخلفي للشعار؟ الهرم غير المكتمل والعين والمثلث والضوء الساطع والعبارات اللاتينية والرقم اللاتيني والتقاء وجه الشعار الأمامي بوجهه الخلفي. هذه الأسئلة وغيرها أستعرضها مع ضيفي الكريم دكتور بهاء الأمير المتخصص بالدراسات اليهودية في حلقة اليوم التي بعنوان دور الحركات السرية في إنشاء الولايات المتحدة الأمريكية. فأهلا وسهلا به ضيفا كريما. أهلا بكم وسهلا يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا دكتور، أولا نبدأ بعودة تاريخية. كما تعرف بعد أن ظهرت حركة الاحتجاج أو البروتستانت هنالك من رأى في الهجرة من أوروبا باتجاه القارة الجديدة الأمريكية كخروج بني إسرائيل من مصر. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، كما ذكرتم يا أستاذ أحمد، هو القارة الأمريكية يعني اكتشفت عند وصول كولومبوس إليها سنة 1492 وظلت يعني سنوات طويلة غير يعني مستعمرة من الأوروبيين. والحقيقة أن يعني الفضل في استيطان القارة الأمريكية يعود ليس إلى الحكومات الأوروبية. يعني فكرة استيطان القارة الأمريكية البكر فكرة نبتت في ذهن الحركات السرية، وهي التي تتولى تطبيقها في الفعل. وكانت فلسفة طبعا الماسونية والحركات السرية التي هي جسم كبير متشعب في أوروبا وفي تاريخ الغرب يعني وفي حالة صراع مستديم مع سلطاته ومع القوى العقائدية والتاريخية والملكية فيه. كانت فكرة هذه الحركات أن القارة الأمريكية أرض بكر وخالية من العوائق، فليس فيها سلطات وليس لها تاريخ وليس فيها عقائد وليس هناك حواجز تحول بين من يسيطر عليها وبين أن يشكل مجتمعا جديدا بأفكاره هو وبأهدافه هو ولغاياته هو، وأن يسير هذا المجتمع أو هذا العالم الذي سوف يتكون إلى حيث يريد. يعني فيعني يختصر ذلك عبارة يعني تشيع في الأدبيات الماسونية، هي أنهم فطنوا إلى أن القارة الأمريكية هي التي ستحسم مصير العالم. من يسيطر على هذه الأرض البكر ويتمكن من إقامة عالم فيها بقواعده وقانونه ولغاياته هو الذي سيتمكن مع الوقت من السير بالعالم إلى ما يريد. فطبعا لا نريد الاستطراد في كلام نظري، لكن نقول تاريخيا إن أول عملية استيطان للقارة الأمريكية كانت سنة 1587 قبل أن يمر 100 عام على اكتشاف الشواطئ الأمريكية. هذه المحاولة قام فيها السير والتر راليج، قاد فوجا من إنجلترا عبر المحيط الأطلنطي إلى سواحل ما يعرف الآن بكارولاينا الشمالية في منطقة اسمها روانوك، وأسس هناك فعلا مستوطنة، وهذه سميت فيما بعد ببلدة الملك جيمس أو جيمس تاون. ما نريد أن نقول أن هذه المحاولة رائدة والتي هي أول عملية استيطان تاريخية للقارة الأمريكية الذي قام بها، وهو السير والتر راليج، كان أحد كبار أعضاء حركة الروزيكروشن. وهذه الحركة هي توأم الماسونية ولكنها أكثر منها انغلاقا وأكثر سرية وهكذا. وهو كان خلف فرانسيس بيكون في قيادة هذه الحركة، يعني هو صار بعد بيكون الأستاذ الأعظم لهذه الحركة. فنقول إن عملية الاستيطان الرائدة للقارة الأمريكية كانت مبادرة من الحركات السرية،
وحتى بعد ذلك يعني المجموعات الأولى تاريخيا التي استوطنت القارة الأمريكية، يعني معروف أن أول مجموعات ذهبت من أوروبا كانت سنة 1607 بعد هذه المحاولة الرائدة، وبعدها مجموعات أخرى سنة 1620. هنا دكتور يعني سؤال دائما يتردد. نعم. حينما بدأت الهجرة باتجاه أمريكا، نعم. المعروف أن أوروبا كما يقال رمت بنفاياتها إلى القارة نعم. الجديدة. هنالك الذين كانوا يخالفونهم في العقيدة الدينية، نعم. وبعض السجناء والمحكوم عليه